قلنا بأن ارتئينا في رباط الصحافة المغربية للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أن ننظم هذا اللقاء حول موضوع الصحافة الإلكترونية، وذلك لمجموعة من التساؤلات التي طرحها هذا الموضوع لأنه يعتبر بالنسبة لنا موضوع الساعة أو موضوع راهني. من خلال هذا اللقاء سوف نحاول الإجابة عن مجموعة من الأسئلة. بالنسبة للصحافة الإلكترونية بصفة عامة، أحيي العاملين في المجال الصحفي الإلكتروني. فعلا الصحافة الإلكترونية قطعت أشواطا مهمة وأطوات أشواطا كبيرة جدا، بحيث أن هذا العمل لم يكن سابقا. الصحافة الإلكترونية يعني جعلت المغرب يتقدم كثيرا بصراحة، يعني كيف ما قالوا الزملاء قبيله، يعني تشتغل على الخبر، تشتغل على الصوت، تشتغل على الصورة، تشتغل على الفيسبوك، تشتغل على اليوتيوب، تشتغل كذلك على تويتر ومجموعة أخرى من هذه النماذج. يعني الصحافة الإلكترونية ستأخذ كذلك مجرا مستقبلا فيما يخدم البلاد بصفة عامة، وهي تنمية البلاد والسير بها قدما لترقى إلى الأحسن. في الحقيقة احنا ماشي هذه المرة الأولى اللي غادي نعملوا لقاء، لأنه سبقنا اشتغلنا على هذا الملف منذ مدة طويلة. يمكن نقول لك بأنه منذ المؤتمر الثاني والثالث النقابة والرابع والخامس اشتغلنا على هذا الملف. طبعا السياقات اختلفت، الظروف اختلفت، الآن كاين هناك صحافة إلكترونية اللي كتطور بفضل أولا التطور ديال التكنولوجيات الحديثة اللي فتحت هذا المجال وأصبح سهل وأصبح في متناول الجميع. والمسألة الثانية كاين أجيال الآن من الشباب ومن الشابات واللي مهتمين بهذا الموضوع واللي من المؤكد على أنهم غادي يغنيوا هذا المجال هذا وهذا القطاع هذا. احنا الآن نظمنا عدد اللقاءات اللي الهدف منها هو أنه نطرحوا أولا الإشكالات اللي حقيقية ومن عند الناس اللي كيشتغلوا في هذا القطاع هذا، وثانيا نبحثوا على حلول، لأن أي نقابة خاصها تكون عندها قوة اقتراحية باش تقدم مقترحات، باش تناقش الموضوع مع السلطات العمومية ومع الفاعلين الآخرين. واللي يمكننا نقوله الآن هو أننا احنا الهدف الأول هو أنه يتم تنظيم هذا القطاع بالشكل اللي دعمه، اللي يعترف الصحفيين بالصفة المهنية، يعترف بالمقاولة في الصحافة الإلكترونية ويدعمها كما تدعم الصحافة الورقية. ولكن أكثر من ذلك نمشي ونتقدموا في مناقشة الإشكالات الاقتصادية والمهنية والتجارية وفي مجال الإعلانات وغيره اللي مطروحة بقوة على الصحافة الإلكترونية واللي الآن لم تناقش بالشكل الكافي أو لم تناقش بالمرة. ولذلك التوجه ديالنا هو أننا نجمع الملف باش أنه ندفعوا الحكومة والدولة أنها تكون عندها واحد سياسة عمومية لدعم هذا المجال ولتطويره. وأظن بأن الآن ماشي غير في هذا القطاع، في مختلف القطاعات اللي عندها ارتباط بالتكنولوجيات الحديثة كاين هناك مخططات ديال العمل، ولكن مفقود الآن في مجال الصحافة والإعلام. إذن احنا بالنسبة لنا هذا قطاع واعد، قطاع كبير يتطور في مختلف بلدان العالم، وأكيد على أنه المغرب خصو يكون عنده استراتيجية للعمل في هذا المجال، وهذه الاستراتيجية هذه خصها تكون استراتيجية عمومية، استراتيجية اللي كتشوف كذلك شنو هي القطاعات الأخرى التي تتدخل باش يكون واحد التنسيق فيما بينها من أجل دعم هذا القطاع هذا، أولا كمقاولات، ثانيا كعاملين فيه، لأننا احنا كننتظروا أنه غيشتغلوا فيه آلاف من الشابات والشباب. العدد ديال الصحفيين في المغرب مقارنة مع عدد السكان هو متواضع، إذا المجال مازال مفتوح. والمسألة الأهم من كل هذا واللي مطروحة في بلدان أخرى هي المسألة ديال المحتوى والمضمون. لا بد أن تكون هناك سياسة لتطوير المحتوى والمضمون ديال الصحافة الإلكترونية، الإعلام الإلكتروني، وفي كل المجالات ديال التكنولوجيات الحديثة. هذا سبق النقابة نظمت مؤتمر دراسي في هذا الموضوع، عندنا عدد كبير من المقترحات، ولذلك كنقولوا على أننا نحن نحضر الملف من أجل أننا نناقشوا مع الحكومة ما هي السياسة العمومية والاستراتيجية اللي خصها تكون في قطاع الصحافة الإلكترونية والإعلام الإلكتروني.